دايما محدش راضي عن حاله وشايف ان ناقصه حاجة. يعني اللي في التعليم هيموت علشان يخلص تعليم ويشتغل، واللي بيشتغل هيموت عشان يرجع للحياة البسيطة اللي مفيهاش التزامات، واللي متجوز بيحقد على السناجل وبيقول لهم يا ريتنا فضلنا مرتاحين زي كده وانتوا كده مرتاحين، والسناجل يا عيني نفسهم في حنان وطبطبة، واللي عندها عيال العيال مجننينها ومش عايزة عيال ولا عايزة خلفتهم، واللي مش عندها عيال نفسها في طفل يفرحها. الفكرة ان كل واحد فينا بيقنع نفسه ان هو مش مرتاح، وبنصدق وبنعيش الفكرة دي. مش بس كده، احنا كمان بنصدرها للناس التانيين. عشان كده هتلاقي نفسك طول العمر مش مبسوط. ليه؟ لان انت مش راضي بحالك، وطول ما انت مش راضي بحالك ومش شاكر عمرك ما هتشوف النعمة اللي في ايديك. وطول ما انت مش شاكر هتلاقي نفسك من غير ما تحس بتقارن نفسك بغيرك، وتلاقي عينيك دايما بتروح او هتروح على اللي في ايد غيرك ومش هتروح ابدا على اللي في ايدك. عشان كده هتلاقي نفسك دايما مش راضي ومش هتعرف ابدا تشكر. المفاجأة هنا بقى ان انت لما يكون نفسك في حاجة وانت لسه عايش في التفكير ده ومغيرتهوش، انك اول ما بتوصل للحاجة دي وبتملكها طبيعي بتلاقي نفسك نسيتها، وعقلك بيدور على الحاجة اللي لسه ناقصاك، فتعيش طول عمرك بتدور وتلاقي العمر بيتاخد منك، وتلاقي نفسك بتجري وتجري وتجري، وعمرك ما هتستمتع بأي فترة في حياتك وأي مرحلة في حياتك مهما حصلت على حاجات كتير في حياتك. ليه؟ لأن الكونسبت أو مفهوم الرضا هنا أنت ما تعرفوش ومش موجود. عشان كده دايما هتفضل وهتفضلي مركزة إن أنت ناقصك حاجة، والحقيقة إن الحاجة الناقصة هي جوانا إحنا، لأن إحنا موصلناش للشبع، موصلناش للرضا. عشان كده مش بنعرف نكون راضيين. عشان كده لازم تركز على النعم اللي في ايديك، ولو مش عارف تركز على النعم اللي في ايديك اكتبها. هات ورقة وقلم واكتب ايه الحاجات او النعم اللي ربنا اداها لك. اكتبها، اكتب 5، اكتب 10، واقراهم كل يوم وركز على النعم دي. هتبص هتلاقي حياتك اتجهت للتفكير الإيجابي بدل من التفكير السلبي، وهتلاقي بدل ما انت عايش طول حياتك بتركز على ايه الحاجات اللي ناقصاك، هتلاقي تفكيرك اتجه مرة واحدة على الحاجات اللي في ايديك، فتبص تلاقي نفسك مبسوط وفرحان باللي في ايديك، وهتلاقي نفسك تنسى اللي مش في ايديك. ما تقعش في فخ المقارنة او تركز على اللي في ايد غيرك، لان ممكن يكون اللي في ايد غيرك ده ناقصه حاجات كتير تانية هي في ايديك وهي مش في ايديه. فاشكر على الحاجات البسيطة وارضى بالحاجات البسيطة، ولما تلاقي نفسك بترضى وبتشكر هتلاقي ربنا يزيدك رضا ويزيدك كمان شكر، وتلاقي نفسك حياتك اتغيرت وبقيت مبسوط.